السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة كويزين مازا. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نخدم معكم وصفة بنينة بزاف واللي هي الباستا بصوص بلانش. ملاحظة هاد الطريقة تاع الباستا اللي حنخدمها معكم تقدروا تخدموا بها حتى سباغيتي. معناتها اللي ما عندهاش باستا تقدر دير بها سباغيتي. هاي لكم الصوص كيفاش عقدها وبنتها ولا أروع. جربوها على ضمانتي. مام الوصفة هذه ليه توجد يعني ما تشدكش بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم فيها. واللي اول مرة تشوف القناة تاعي نتمنى منها اشتراك وجيم وتعليق، ونتمنى منكم انكم تبارطاجوا لا فيديو باش تعم الفايدة. ملاحظة، نتمنى تكملوا الفيديو للأخير بس راني حاطه فيه نصائح بزاف ماشي غير على الباستا. ودروك راح نجوزو للمقادير مع طريقة التحضير. انا راح نطيب الدجاج تاعي في الكوكوط. على واش نطيب الدجاج تاعي في الكوكوط؟ على جال راح ندير الكويس، مش راح ندير سكالوب. اما اللي عندها سكالوب تقدر دير غير في المقله ورايح يطيب لها الدجاج تاعها ليه. لهنا عندي حبة تاع بصل، يستحسن حبة تاع البصل تكون مقطعة بتيكاغو، يستحسن ان تكون مقطعة بتيكاغو. راح نزيد عليها 2 مغارف تاع الزيت، وراح نزيد عليها فصوص تاع الثوم مغابين. انا لهنا الثوم تاعي مكونجلي. هاو لكم الدجاج، قلت لكم راح نطيبه في الكوكوط على جال انه الكويسو فيه العظم، يعني يشد في الطياب باغابور للسكالوب. واللي عندها سكالوب دير غير في المقله وراح يطيب لها الدجاج تاعها ليه. نزيد شويه تاع الملح اختياري على حسب الذوق تاعك، نزيد شويه تاع حرور، ونزيد شويه تاع فلفل عكري، ونزيد شويه 2 مغرف صغيره تاع موطارد. حتقولوا عليه الفلفل العكري باش شويه تكسر هذيك البيوضه تاع الصوص بلانش. هذا ما كان. المهم، واللي تبغيها بيضاء سامبل تقدر تستغنى على الفلفل العكري. اللي هنا الماء تاعي بعد ما غلا راح نزيد عليه شويه تاع الملح، ونزيد عليه 2 مغارف تاع الزيت. ملاحظه، لي بات تاوعك باش ما يجوش لاصقين في بعضهم بعض حتى يغلي الماء باش تحطي لي بات تاوعك، سواء سباغيتي ولا مقارون ولا باستا ولا اللي كانت. بالنسبه لي الباستا هذه من ديك الرقيقه، يعني ماهيش عريضه بزاف. تقدري ديري مقارون بهذه الطريقه، سباغيتي بهذه الطريقه. تقدري ديري باستا عريضه ولا باستا كيما اللي شفتيها عندي، وخليها طيب. وفي المقله نحط مغرف تاع شويه تاع مارغرين. بعد ما تذوب المارغرين باش ندير الشامبينيون يطيب. وش هو انا حبيت نوري لكم، درتهم في رحبه وحطيتهم فوق الغاز يطيبوا كيما شفتوا. ما زدت لهم لا ملح لا حرور لا والو، بس كاين في الصوص. خليتهم طابوا يتشربوا كامل هذيك المارغرين، ورحت للدجاج تاعي بعد ما طاب فتتو كيما شفتوا. قلحت له كامل الجلده وقلحت له كامل ذاك العظم. ملاحظه، الصوص اللي طاب فيها ما نرموهاش، الصوص اللي طاب فيها الدجاج ما نرموهاش. نزيدكم ملاحظه واحده اخرى، في الكوكوط تاع المزيرتها ما درتش الماء كامل للدجاج، يعني طاب غير في بعض، غير هو طلق الماء تاعو وطاب. فرغت هذاك الدجاج بعد ما فتتو كيما شفتوني، فرتته في الصوص، وبديت نضيف عليه الشامبينيون بعد ما طاب في المارغرين. ومن بعد نزيد عليه الفرماج والمقادير متبقيه. ملاحظه، اللي طيب في المنقله السكالوب، انا هنا حندير الفرماج. اللي راح قلنا اللي طيب في المقله، ملاحظه بعد ما يطيب الدجاج دلو شويه تاع الماء بس ما يكونش فيه الماء. مي هذا تال طيبته في الكوكوط بقى محافظ على الماء تاعو. بعد ما درت الفرماج درت الكريم فريش. اللي ما عندهاش كريم فريش تقدر تعقدها بمغارف لحظه. راني دايره واحد الوصفه من قبل بديل كريم فريش. دير فرماج ومغارف لحظه بودر. خلط هذوك المقادير مليح وزدت عليهم شويه تاع المعدنوس. ومن بعد درت الباستا تاعي بعد ما طابت مش تتعجن كما راكم شايفينها. خلوها تكمل الطياب تاعها في هذه الصوص تشربها وتجيكم الباستا تاعكم مبنينه.
ملاحظة لهنايا تقدري قلنا تستعملي سباغيتي اللي ما عندهاش الباستا، يعني مش بالضرورة تاع الباستا، كاين ما يحبش الباستا باسكو ما طيبش ليه كيما السباغيتي ليه. قلنا تخلوها شوية خاصها طياب باش تكمل الطياب تاعها وتتشرب كامل هذوك المقادير. ها هي ليكم بعد ما طابت. بنتها والله ما نقدر نوصفها. هاي ليكم الصوص كيفاه جات، ما جاش ديك اللي بلانش كي نقولوا حنا بيضه بيضه. هاي لا كولور تاعها كيفاش جات. اما اللي ما عندهاش فلفل عكري ولا ما حبتهاش بيضه سامبل، ما تستعملش الفلفل العكري. واي حاجه ما فهمتيهاش تقدري تخليها لي في التعليقات وراح نجاوبكم باذن الله. نتمنى ديروا لي جام، ونتمنى اي وحده تشوف القناه تاعي تدعمني بجام واشتراك وتعليق وتبارطاجوا لا فيديو باش تعم الفايده. المهم دروك راح نوري لكم طريقه الحط تاع الباستا او المقارون. تحكمي المقارون كيما هكذاك وتلويه مليح وتحطيه في الاسياد وتبقاي تلوي هكذا، ومن بعد ترخي بالعقل وتخليها في شغل هكذا كيما راكم شايفينها وحتى كي تكملوا كامل الاسياد تاعكم. المهم هاي ليكم الباستا تاعي بعد ما حطيتها، زدت عليها شويه تاع معدنوس من الفوق، زدت عليها شويه تاع فخوماج، هذا الشيء اختياري، وتقدميها لافراد العائله تاعك. بالنسبه للبنه تاعها ولا اروع. ملاحظه تقدروا تشوفوا بديل خام فخاش في الفيديو اللي راح نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، او ترجعوا للقناه تاعي راكم رايحين تصيبوا البديل الكريم فخاش اللي ما عندهاش. المهم نتمنى انكم تجربوا الوصفه لانها صدقوني بنتها ولا اروع، احسن ما ان تاكلوها في المطاعم. جربوها وردوا لي خبر، جربوا الوصفه وردوا لي خبر.